انتبه. لو كنت تظن أنك تعرف معنى ألفا وبيتا وسيجما، فأنت على الأرجح مخدوع. 5 ثوان فقط، وهذا الفيديو قد يغير طريقة نظرك لنفسك إلى الأبد. في السنوات الأخيرة انتشرت مصطلحات الألفا والبيتا وسيجما انتشار النار في الهشيم. كل واحد يصنف نفسه، كل واحد يبحث عن لقب، وكأن القيمة الإنسانية أصبحت كلمة. ولك السؤال الحقيقي هو: هل هذه التصنيفات حقيقية؟ وهل تساعدك على فهم نفسك؟ أم أنها تقيدك دون أن تشعر؟ في هذا الفيديو سنفهم بعمق الفرق بين الألفا والبيتا وسيجما، وسنجيب عن مشكلة واحدة مهمة: لماذا يشعر كثير من الناس بالضياع حتى بعد أن يختاروا تصنيفا لأنفسهم؟ ابق معي، لأن هذا الفيديو ليس للتسلية بل للوعي. أولا، ما أصل هذه التصنيفات؟ في الأصل كانت مستمدة من دراسات سلوكية عن التراتب الاجتماعي عند الحيوانات، ثم نقلت بسطحية إلى البشر، ومع مواقع التواصل تحولت إلى شعارات. وهنا بدأت المشكلة. ثانيا، شخصية الألفا. الألفا هو الشخص الذي يتصدر المشهد، قائد بالطبع، واثق من نفسه، يتخذ القرارات بسرعة، ولا يخاف المواجهة. في المجتمع نراه، في السياسة، في إدارة الشركات، في أماكن السلطة. الألفا يستمد قوته من التأثير على الآخرين، يحب أن يكون في القمة، ويشعر بالراحة عندما يكون القائد. ولك ما لا يقال كثيرا: أن الألفا يدفع ثمنا نفسيا كبيرا، ضغط مستمر، خوف من السقوط، وحاجة دائمة لإثبات النفس. ثالثا، شخصية البيتا. البيتا هو العمود الفقري لأي نظام، هو المنفذ، المنظم، المتعاون. البيتا لا يسعى للقيادة ولا يسعى للأضواء، هو يبحث عن الاستقرار والأمان والوضوح. كثير من الناس بيتا، وهذا ليس عيبا، بل هو أمر ضروري لاستمرار الحياة. ولكن المشكلة تظهر عندما يبدأ البيتا بمقارنة نفسه بالألفا. هنا يظهر الشعور بالنقص، وهنا يتكون الإحباط. رابعا، شخصية سيجما. سيجما هو الأكثر سوءا فهما والأكثر تشويها. سيجما لا يتصدر ولا يتبع، هو خارج النظام التقليدي، مستقل، هادئ، يعمل في الظل، ولا يحتاج لاعتراف اجتماعي. سيجما يستمد قوته من داخله، ويفضل الحرية على السلطة، والمعنى على المظهر. ولكن ليس كل انعزال سيجما، وليس كل هدوء قوة. كثير من الناس يختبئون خلف لقب سيجما لتبرير الخوف أو الهروب أو فقدان المهارات الاجتماعية. وهنا نصل إلى لب المشكلة. المشكلة ليس هل أنت ألفا أم بيتا أم سيجما، المشكلة هي أن تحبس نفسك في صندوق. الإنسان ليس تصنيفا، الإنسان متغير، واع، قادر على التطور. قد تكون ألفا في عملك، وبيتا في عائلتك، وسيجما في رحلتك الداخلية، وهذا طبيعي. فكيف تستخدم هذه المعرفة لتطوير نفسك؟ أولا، توقف عن المقارنة. ثانيا، افهم نقاط قوتك. ثالثا، طور نقاط ضعفك دون أن تكره نفسك. رابعا، اختر ما يناسب قيمك لا ما يمجده الإنترنت. الوعي الذاتي لا يعني أن تضع لنفسك لقبا، بل أن تفهم نفسك بصدق. وقبل أن نختم، إذا كان هذا الفيديو قد جعلك تفكر، وإذا شعرت أنك فهمت نفسك أكثر، فأنت في المكان الصحيح. اشترك في القناة وفعل الجرس، لأن الفيديوهات القادمة ستأخذك أعمق نحو الوعي ونحو تطوير نفسك بشكل حقيقي. وتذكر دائما: لا تكن نسخة، كن نفسك بوعي.